الناس اللي عاوزة تتفسح وهي قاعدة في بيتها، تتفرج على الشوارع وهي قاعدة في بيتها. أنا بوريكم يا جماعة، إحنا ماشيين النهاردة في شارع من أعرق الشوارع الموجودة في جمهورية مصر العربية كلها، شارع عماد الدين. شارع عماد الدين ده يا جماعة يعني عاوز أقول لكم ليه قصص وليه حكايات وليه روايات، لكن عاوز أقول لك كل المصريين بيحبوا يجوا يتمشوا لغاية دلوقتي، من زمن الزمن بيجوا يحبوا يتمشوا في الشوارع ده، الشارع دون، لأن الشارع دون فعلا في حاجات كتيرة جميلة جدا، في مسارح وفي السيم وفي شارع الألفي. شارع الألفي ده يا جماعة احنا داخلين عليه دلوقتي، في حاجات جميلة جدا وشارع حلو قوي قوي. هفرجكم عليه يا جماعة، احنا داخلين عليه، كل الناس بتيجي تتفسح كأنه الشانزليزيه بتاع مصر، يعني زي ما بيقولوا. بصوا يا جماعة الزحمة عاملة ازاي والشارع عامل ازاي، بس يا ريت تكون الكاميرا موضحة. بصوا يا جماعة الشارع ده شارع الألفي اللي متفرع من شارع عماد الدين. شايفين الناس عاملة ازاي، واحنا احنا في عيد طبعا، لكن بصوا الحاجات الجميلة. وفي الشوارع يعني حاجات كتيرة جدا جدا، بيبقى في كازينوهات الناس بتيجي تقعد عليها والشباب واقفة فيه، قهاوي كتير وحاجات كتير يعني تستمتعوا بيها. وفي طبعا الحاجة المشهورة جدا جدا هنا في شارع الألف ده، طبعا كلكم عارفينها، مطعم آخر ساعة. مطعم آخر ساعة ده من زمن الزمن، يعني ممكن نقول عليه من 100 سنة، 100 سنة والله، يمكن أكتر كمان، موجود في المنطقة دي واختص بشارع الألفي، هو آخر ساعة، يعني من أشهر المعالم بتاعته. زي ما انتم شايفين يا جماعة الشارع عامل ازاي، شارع الألفي اللي يعني الشارع دون متفرع من شارع عماد الدين زي ما انتم شايفين. واحنا برضه هنرجع، مش هنخش طبعا في شارع الألفي، هنمشي في شارع عماد الدين زي ما انتم شايفين. هو الشارع جميل جدا، وادي موجود السيم هناك اهي زي ما انتم شايفين، لو انتم شايفين قدامك، وهنخش عليها السيم معايا برضو.